جول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان. حلقة جديدة مع كورة مع الزنفولي. أهلا بكم. في أخبار كتير يا جماعة بقى على الأهلي والزمالك. جايب لكم أخبار كتير، حاجات حصرية، صفقات. طبعا القيد الأفريقي خلاص هيقفل بكرة، فكله طبعا بيسرع في إنهاء صفقاته قبل ما بكرة القيد يتقفل، طبعا عشان كله عايز يسجل اللعيبة الجديدة. ففي اخبار على الاهلي وفي اخبار على الزمالك، طبعا اخبار مش هتلاقوها غير في قناه الكوره مع الزنفولي. اخبار خارج الصندوق يا جماعه، اخبار خارج الصندوق. فيا ريت يا جماعه الاشتراك في القناه كوره مع الزنفولي، وكومنت الجميل وشير شير شير. نبدا ان شاء الله بالاخبار النادي الاهلي. النادي الاهلي هيبدا تدريباته الجماعيه ان شاء الله. هيرجعوا طبعا تدريبات الجماعيه يوم الخميس، بعد طبعا ما كولر اداهم فتره 3 ايام راحه. وطبعا في خبر صار لمشجعي ومحبي النادي الاهلي برجوع لاعب رضا سليم. الحمد لله رضا سليم تعافى من الاصابه، الحمد لله. يخش تدريبات الجماعيه واحده واحده كده ان شاء الله. لاعب مهم جدا للنادي الاهلي. طبعا الاهلي افتقدوا برضو الايام اللي فاتت دي لاعب كان مهم جدا، فالحمد لله اللي رضا سليم الحمد لله اللي هو رجع من الاصابه ورجع التدريبات الجماعيه. النادي الاهلي ان شاء الله يرجع من يوم الخميس تدريبات الجماعيه ان شاء الله. في خبر كده للنادي الاهلي، الاثنين المدافعين الاساسيين في النادي الاهلي جاي لهم عروض احتراف. عندك محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، كل واحد فيهم جاله عرض احتراف. واحد جاله عرض احتراف محمد منعم، جاله عرض احتراف من قطر القطري بمبلغ 3.5 مليون دولار، طبعا مبلغ كبير جدا. وياسر ابراهيم طبعا برضو جاله عرض من ابها السعودي، بس الاهلي طبعا مش موافق طبعا يطلع اي لعيب دلوقتي. طبعا الفتره الجايه فتره مهمه جدا للنادي الاهلي، في مطوشه تقيله للنادي الاهلي الفتره الجايه، ضغط مباريات، فصعب ان انت تطلع اي لاعب دلوقتي للاحتراف يعني. فالاهلي رفض طبعا كل العروض اللي جايه اللعيبه دي، وقال لا ان شاء الله اللعبه دي طبعا ان شاء الله هتكمل مع النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا الاهلي طبعا عنده مشكله في الدفاع، عندك محمود متولي على طول اصابات ومفيش غير رامي ربيعه، فما عندكش غير 2 مساكين، فصعب جدا تطلع اي حد فيهم في المرحله دي. ان شاء الله لحتى من الاهلي يفكر يشتري لعيبه جديده. عندك وسام ابو علي المهاجم الفلسطيني الجديد للنادي الاهلي، هيرتدي رقم 9 مكان صلاح محسن. خلاص صلاح محسن يا جماعه انهى الاتفاق مع المصري، خلاص صلاح محسن ينتقل للنادي المصري. النادي الاهلي خلاص فسخ عقده بالتراضي، وخلاص صلاح محسن خلاص كده لاعب في النادي الاهلي. نبدا بقى قصه حراسه المرمى. طبعا الايام اللي فاتت دي كله عمال يتكلم عن حراسه المرمى، مين الاهلي يتعاقد معاه في حراسه المرمى والكلام ده، طبعا كلام كتير. فانا اقول لك بالتفصيل الممل اللي حصل في قصه حراسه المرمى. الاهلي حدد طبعا انتوا زي ما انتم عارفين الاهلي حدد 3 حراس مرمى، الواحد فيهم الاهلي يتعاقد معاه. كان في الاولويه محمد بسام. محمد بسام كان من اول اللعيبه اللي الاهلي كان المفروض عايز يتعاقد معاها. عندك تاني لعيب محمد ابو جبل، والتالت لعيب علي لطفي. اللي حصل ايه بقى؟ طبعا النادي الاهلي اتكلم مع سيراميكا على اساس ياخد محمد بسام. طبعا نادي سيراميكا طبعا قال لهم خلاص انتوا عايزين تاخدوا محمد بسام، هناخد احنا شوبير. طبعا الاهلي يبقى ما عملش حاجه، الاهلي عايز لعيب تاني مع شوبير، فطبعا اترفض الحوار ده، والمفاوضات وقفت على كده والدنيا وقفت وخلاص كده محمد بسام كده بعد عن النادي الاهلي. جينا بقى للمرتبه الثانيه محمد ابو جبل. محمد ابو جبل خلاص الاهلي كلمه كان موافق جدا، والنادي بتاعه موافق، وخلاص الدنيا خلصت وخلاص، ويعني كان واقف على الامضاء وخلاص، يعني الموضوع كله انتهى. محمد ابو جبل خلاص راح النادي الاهلي وخلاص. كان بس مستنيين حاجه واحده بس، الشيك الاهلي هيبعته ب 7 مليون جنيه اعاره لمده 6 شهور. اللي حصل كان فيه انقسام في الاداره الفنيه على محمد ابو جبل، لا يجي لا ما يجيش.
مستوى طبعا برضو اخر ماتش كان مش حلو في منتخب مصر، ف الدنيا وقفت. النادي الاهلي اعتذر للبنك الاهلي اللي هم خلاص ايه عايزين يوقفوا صفقة محمد ابو جبل. فرجعنا تاني نشوف مين اللي هيجي النادي الاهلي. كان خلاص على وشك محمد ابو جبل يجي النادي الاهلي، بس الدنيا وقفت. فدخل في الصورة دلوقتي علي لطفي لاعب الاهلي السابق. طبعا كولر كان برضو يعني مش عايز علي لطفي، كان عايز محمد ابو جبل او محمد بسام. كان الاول عايز محمد بسام، بعد كده محمد ابو جبل. الاداره قعدت تقنع كولر على اساس علي لطفي يجي 6 شهور بس الفتره دي لحد ما محمد الشناوي ايه ان شاء الله ايه يخف بالسلامه. فاللي حصل دلوقتي اللي احنا بنتكلم دلوقتي حالا، يعني الاخبار دي دلوقتي حالا، النادي الاهلي فتح اتصالات برضو مع سيراميكا كليوباترا على اساس محمد بسام ممكن يجيبوا النادي الاهلي. سيراميكا كليوباترا عايز 2 لعيبه من النادي الاهلي، وبرضه عايزين يتعاقدوا مع حارس تاني بس خارج النادي الاهلي. طبعا الوقت اللي هو يتعاقدوا مع لعيب تاني ده هياخد وقت كبير عشان ياخدوا من لعيب، وهم برضه عايزين احمد عبد القادر نادي سيراميكا من ضمن ال2 لعيبه اللي عايزينهم. فطبعا هياخدوا وقت كبير، الدنيا طبعا مش خلاص ناقص يومين النهارده وبكره، فصعب الدنيا يعني مع محمد بسام. فانا شايف القريب جدا من النادي الاهلي علي لطفي هيرجع للنادي الاهلي. طبعا قرار علي لطفي بيعه من الاول وما جبناش حارس ده قرار خاطئ طبعا من النادي الاهلي. طبعا احنا هنتكلم عن القرار ده بعدين بعد ما نشوف الاهلي هيتعاقد مع انهي حارس، بس خلاص علي لطفي قريب جدا جدا من النادي الاهلي الفتره دي. نيجي بعد كده الخبر الثاني. طبعا قلنا خلاص صلاح محسن خلاص، سيراميكا كليوباترا خلاص. هل الاهلي بقى هيقف على ال3 صفقات دول؟ هنشوف. الاهلي خلاص الكيد الافريقي خلاص هيخلص بكره، والكيد المحلي في كلام اللي هيتمد لشهر 2. فهنشوف الاهلي ممكن يجيب لعيب تحت السن افريقي هيتعاقد معاه، بس تقريبا الاهلي خلاص يعني على وشك يقفل القائمه بتاعته على ال3 لعيبه دول، وممكن يجيب لعيب افريقي تحت السن. ده بالنسبه للنادي الاهلي. نخش بقى على نادي الزمالك. نادي الزمالك خلاص اتعاقد مع 4 لعيبه رسمي نظمي، خلاص دول خلصوا نادي الزمالك، والاعلان ممكن يبقى بكره ان شاء الله او النهارده. نادي الزمالك اتعاقد مع 4 لعيبه. هم مين بقى ال4 لعيبه؟ مهاب ياسر ده من الداخليه ب4 مليون جنيه، وعندك محمد عاطف من طنطا برضو ب4.5 مليون جنيه، وعندك احمد حمدي وياسر حمد. هم دول ال4 لعيبه الزمالك خلاص اتعاقد معاهم، خلاص رسمي نظمي اتعاقد معاهم. ودلوقتي خلاص برضه بيحط في الروتيشن الاخيره برضه صفقه عبد الله السعيد. عبد الله السعيد قريب جدا جدا من نادي الزمالك، خلاص اخيرا صفقه القرن هتتنفس مع رجوع برضه سيف فاروق جعفر لنادي الزمالك. برضه انا شايفهم صفقتين كويسين جدا لنادي الزمالك. وبرضه الزمالك دلوقتي داخل في صفقة محمد شحاتة لاعب الجيش. نادي الجيش طلب 20 مليون جنيه من الزمالك عشان يتم صفقة محمد شحاتة. انا شايف برضه محمد شحاتة صفقة قوية جدا ولاعب ممتاز لنادي الزمالك. الزمالك دلوقتي بيخلص صفقاته قبل بكرة برضه عشان عايز يأيد اللعيبة دي في القائمة الأفريقية. النهارده في ماتشين مهمين، يعني في ماتشين النهارده في البطوله الافريقيه. البطوله الافريقيه فيها مفاجآت يا جماعه. السنغال امبارح المرشحه الاولى طلعت، يعني حاجه غريبه جدا. يعني كوت ديفوار كنا خلاص اصلا يعني صعدت، يعني يقول برضو بالحظ تخرج اللي هو المرشح الاول للبطوله السنغال. حاجه يعني غريبه، يعني البطوله دي غريبه جدا وفي مفاجآت كبيره جدا، ولسه هنشوف شكلنا برضه هنشوف مفاجآت تانية. فليه يحصل مفاجآت النهارده؟ هنشوف. النهارده في ماتشين حلوين. مالي هتلعب مع بوركينا
الساعة 7. وجنوب افريقيا هتلاعب المغرب، ده ماتش قوي جدا يا جماعة. ماتش جنوب افريقيا والمغرب ماتش هيبقى جميل جدا، يبقى قوي جدا. الساعة 10. هل جنوب افريقيا هتعمل مفاجأة وخروج المغرب المصنف الثاني البطولة؟ اما نشوف. خلصت اخبارنا. ان شاء الله يا جماعه الاشتراك في القناه كوره مع الزنفولي، وان شاء الله اي صفقه هتتم بالنسبه للاهلي او الزمالك هطلع على طول في القناه بتاعتي هقول الصفقه وتفاصيلها بالظبط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.